عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عماد. نصيحتي للإخوة مربي الكناري بأن لا يتخلصوا بالبيع من الإناث التي قد تم إنتاجها عندهم، وذلك لأنها تكون جيدة وتكون متعودة على المكان الذي تعيش فيه ومتعودة على الأكل المقدم لها، وحرام أن يتم بيعها لأنها الأولوية دائما الأنثى قبل الذكر. إذا كنا نريد أن ننتج الكناري في القفص عندنا دائما نعطي الأولوية إلى تربية الأنثى. إذن فالأنثى التي قد تم إنتاجها تكون جيدة، عكس الإناث التي يتم شراؤها من الأسواق وتكون مريضة أو تكون قد تخلص منها مالكها، لأنها دائما البيض دائما عندها يأتي غير مخصب وتكون غير حنونة، فيتم بيعها، وعند شراؤها نكتشف بأنها أنثى لا فائدة منها. إذن أوصيكم بأن دائما تكون الإناث التي تتحصلون عليها من الإنتاج عندكم تكون الأولوية في التربية تكون لتلك الأنثى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.